خرج المحترم محمد المغربي المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي على صفحته على الفيسبوك وقال كلام مهم جدا، ووضع النقاط كتيرة قوي على حروف، بينبه الناس وبيوضح أمور يا جماعة اللي انتوا بتعملوه بتقولوه غلط، فوقوا. تعالوا نشوف أستاذ محمد المغربي قال إيه. قال بعيدا عن كرة القدم احنا بنوصل رسالة حقيرة للأجيال القادمة عن طريق تعظيم انتصارات الزمالك في ظل الظروف التي هو فيها. فهو بيقول الظروف دي هي ايه؟ الظروف دي يا سادة عبارة عن نصب واكل حقوق اللاعبين. الظروف دي امتناع عن سداد مستحقات الدولة من ضرائب وكهرباء اللي بيدفعها اي مواطن مطحون. الظروف دي هي التهرب من مديونية الاتحادات وغيرها 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 من افعال يعاقب عليها القانون ومخالفة لكل الاخلاق والاعراف الرياضية. بعيدا عن فوز او خسارة الزمالك، بلاش تحسسوا الشباب ان النصاب لما يكسب يبقى انجاز، وان الفوز مبرر للسرقه والنصب واكل مال الناس. الله عليك يا استاذ محمد مغربي، يا ريت رسالتك توصل للناس ويفهموا ان هم بيبوظوا عقول الشباب، بيبوظوا عقول الناس. ان اقول ايه يعني؟ ان احنا لما نسرق وندلس ونعمل وناكل حقوق البلد ومجرد ان احنا نكسب يبقى ده انجاز؟ حرام عليكم، حرام عليكم تسميم عقول الناس، تسميم عقول البسطاء. ارجوكم فوقوا، ارجوكم اسمعوا الكلام استاذ محمد المغربي وفكروا فيه وشوفوا الاجيال الجايه انتوا فعلا بتوصلوا لها ايه.